اهلا اهلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الكيك التحفة ده. طبعا ده كيك يومي بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومضمونة معاكي بإذن الله إن شاء الله. أي حد ممكن يدخل يعمله وهينجح معاه 100%. وطبعا فكرة جديدة للقالب المفرغ من النص. شايفين قد ايه هي هشة تحفة والتسوية بتاعتها ممتازة. ما تنسيش بقى لايك للفيديو، ولو انتي اول مرة تشوفي قناتي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. تحفة بقى مع فنجان شاي او شاي بحليب او اي عصير، تمشي معاكي في اي حاجة. يلا بقى نسمي الله ونشوف مقاديرنا ايه. طبعا زي ما اتفقنا ان مقاديرنا كلها تكون حوالينا علشان الوصفة بتاعتنا تخلص بكل سهولة وتبقى خفيفة على القلب. انا معايا هنا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة طبعا، ومعايا كوباية من السكر، معايا 3/4 كوباية من الزيت، ومعايا كوباية حليب، معايا معلقتين خل وفانيليا، 2.5 كوباية من الدقيق منخولين كذا مرة، ومعايا بيكنج باودر. زي ما اتفقنا كل مقاديرنا ديت بدرجة حرارة الغرفة عشان دي من عوامل نجاح الكيك. هاخد بقى البيض والسكر. طبعا لو حابة ان هي تكون يعني السكر باين شوية فيها ممكن تزودي نص كوباية سكر كمان. هنزل بمعلقتين الخل وحوالي نقطتين كده او 3 من الفانيليا. طبعا لو عندك فانيليا سايلة او بودر عادي مفيش اي مشكلة، كله بيمشي. الزيت بقى ممكن نستبدل 1/4 كوباية بمعلقتين سمنة او 1/4 كوباية من السمنة. السمنة بتخلي طعمها تحفة جدا، بتديلها مذاق كده مميز. ضربت المكونات مع بعضها لحد ما ادوني خليط كده ابيض. هنزل كده بالحليب والزيت وهضربهم كويس جدا مع بعض لحد ما يتجانسوا. انا بحب ادفي الحليب كده على النار علشان برضو اتأكد ان المكونات دي مع بعضها مناسبة. هاجي بقى على الدقيق وهنزل كده بحوالي معلقة من البيكنج باودر، وهقلب المقدار كله مع بعضه بحيث ان كل ذرة من الدقيق يبقى فيها بيكنج باودر. بالشكل ده كده. طبعا احنا قلنا مع بعض قبل كده ان المضرب السلك ده بجد اختراع، يعني مفيش يعني اي حاجة بنستخدمها فيه. هنزل كده بحوالي رشة كده بسيطة بين صوابعي كده من الملح، وهقلبهم كويس جدا كمان بالشكل ده كده. وهبدأ انزل بالخليط بتاعي ده على الدقيق واحدة واحدة مع التقليب المستمر لحد ما يدوني قوام كده حلو ومفيش اي تكتلات ولا اي حاجة. الكيك اليومي من الحاجات السهلة جدا والبسيطة اللي بتروح وتيجي معاكي بكل سهولة وبتبقى مضمونة ان شاء الله في الاخر. هنشوف برضو ازاي لو احنا ما عندناش الصينية اللي هي المفرغة كده من النص هنعرف نعملها ازاي مع بعض وبكل سهولة بدون بقى ما نشتري صينية ونوجع قلبنا. بكل سهولة عندك في البيت هنقدر ان احنا نعملها.
ناخد كل كده ذرة موجودة في الخلاط، علشان دي كلها مكونات مهمة، وهنقلبها كويس جدا. طبعا الكيك اليومي عكس الكيك الاسفنجي خالص. الكيك الاسفنجي لازم نتعامل معاه بحذر تماما، لكن الكيك دوت عادي مفيش اي مشكلة. يبقى احنا قلنا من عوامل نجاح الكيك ان اول حاجة مقاديرنا كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما طلعهاش من التلاجة على طول واستعملها. مش بيبقى ناجح معاكي، او درجة نجاحه مش بتبقى مضمونة قوي. تاني حاجة ان انا بنخل الدقيق كذا مرة علشان يبقى هش معايا كده ويبقى مش مكتوم. والفرن طبعا شغال كده وانت بتقلبي وبتحضري كده على درجة حرارة 180. ما نفتحش على الكيك خالص قبل 30 دقيقة علشان ما يهبطش منك. بالشكل ده كده. ممكن لو حابة تعمليها بنكهة البرتقال، ان احنا بنستبدل الحليب بالبرتقال عادي. ممكن برتقال فريش، او طبعا العصير فريش، او معلب اللي هو العصير اللي هي البواكي الفروتي دي، بتبقى حلوة جدا. نيجي بقى للصينية بتاعتنا الاختراع ده. هنجيب صينية وندهنها عادي مادة دهنية ونبطنها دقيق، واجيب اي كوباية من عندي وهمليها كده مية وهحطها في النص بحيث ان هي تكون ثابتة وما تتحركش معايا، وابدأ كده اصب الخليط بتاعي بالشكل ده كده، وهتدينا نتيجة هايلة في الاخر وزي القالب بالظبط. طبعا ده قالب مقاس 26، وطبعا شفنا الارتفاع بتاعها حلو جدا ومعقول. لو حابة الارتفاع يكون اعلى من كده ممكن نقلل مقاس الصينية، لو حابة يكون اعلى من كده بكتير ممكن اقل من كده ممكن نكبر بقى مقاس الصينية. هنزل كده بكل ذرة من المكونات بتاعتنا دي، لان بجد يعني حرام ان احنا نرميها، كل دي حاجات بفلوس. وكده تمام جاهزة معانا. ندخلها بقى الفرن درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، وربنا يستر على الكوباية بتاعتنا. مش هفتح عليها قبل 30 دقيقة، هي بتاخد من 45 ل50 دقيقة، وده كده شكلها النهائي. تحفة جدا. مش هاجي جنبها خالص قبل ما تبرد، هسيبها تبرد تماما وبعدين ابدأ ان انا اشيل الكوباية بتاعتي. ده كده بقى بعد ما بردت نبدأ بقى نشيل الكوباية بتاعتنا. بسم الله. هلفها كده بطريقة بطيئة كده وسهلة علشان الكيك ما يجرالهوش حاجة. وده كده شكلها، شايفين تحفة جدا. نبدأ بقى نقلبها مع بعض. هنفرغ بس الجوانب كده، ولو حطيتي ورق زبدة هيبقى افضل برضو، تبقى سهلة معاكي. هنقلبها مع بعض كده. بسم الله. وده كده شكلها تحفة جدا، التسوية بتاعتها فظيعة. هرش كده عليها سكر بودر. ده سكر بودر انا طحناه، يعني سكر من عندي انا طحناه، بس طحناه خشن شوية. اتمنى تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسونيش بقى في دعوة من قلوبكم، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انزله. شايفين قد ايه هي تحفة جدا، هشة فاتحة من جوه ازاي، بجد روعة. يا سلام بقى مع كوباية شاي
او كوباية شاي بحليب، بجد تروح تحفة جدا على الفطار. بشكركم على حسن استماعكم، ومع السلامة.